طردتي كام حد من حياتك؟ فكرتي قبل كده في السؤال ده؟ ساعات كتيرة قوي باجي اسمع حد بعدين يقول ايه، لا ما انا قطعتها، لا ما انا بطلت خلاص ابقى بهتم بالعلاقه دي. فببقى عايزه اقول كده، طب ما جربتيش تعديهم وتشوفي كام حد كده تقريبا خرج من حياتك؟ طب مش جايز المشكله عندك؟ مش جايز انت اللي ما بتعرفيش تحافظي على العلاقات، او جايز ما عندكيش توقعات طبيعيه من العلاقات؟ حد قال جمله عجبتني جدا، انه العلاقات هارد بزنس، يعني شغل صعب جدا، بزنس صعب قوي انك تبقى في علاقه. مشكلتنا ان احنا بنتخيل ان العلاقات دي هتبقى عباره عن ناس بتفهمنا من نظره العين، وناس بتفهمنا من غير ما نتكلم، وبالتالي لما بنلاقي ناس بتجرحنا بنبقى حاسين نعم انا اتخدعت جدا، انا اتصدمت قوي. الحقيقه ان مفيش حد هيفهمك من نظره العين. لما بيجي شخص، فاكره كان في شخص عنده حوالي 75 سنه، شخص بحترمه جدا، هو كلاينت عندي، فبيقول لي لا اصل انا لما بتضايق كلهم بيبقوا عارفين. فبقول له ازاي؟ فقال لي بيبان من نظرة عيني، بتجنبهم، مش بتكلم مع حد. فقلت له بس مش المفروض ان حضرتك تبقى يعني مستني ان اللي حواليك يقروك، هو المفروض حضرتك تتكلم عشان يفهموا. فقال لي مش محتاج اتكلم. وفضلنا لسيشنز كتيرة جدا انا هو نتكلم، وغالبا هبعت له الفيديو ده عشان افكره ان هو محتاج يتكلم عشان خاطر يبدأ يتعلم، يبدأ ياخد ثقة انه يواجه. لما قعدت اتكلم معاه واشتغل معاه اكتشفت ان هو عنده منطق من وهو صغير، انه الكلام والرغي ده ليه علاقة بناس عايزة تدخل في مشاكل اكتر. الحقيقة ان المشكلة مش في الكلام، المشكلة في محتوى الكلام. المشكلة مش في ان احنا بنواجه، المشكلة في الطريقة اللي بنواجه بيها. عشان كده محتاجين ان احنا نتعلم ازاي افتح قلبي وازاي اطلع اللي جوايا. امبارح جات لي رسالة من حد من قرايبي وكانت قاسية جدا ولمتني لوم كتير قوي، وانا اتأثرت. وكان عندي اتجاهين، يا اعمل بلوك واشيل الشخص ده من على السوشيال ميديا خالص، يا اما ابدا افكر هو انا محتاجه اعمل ايه عشان احتوي الشخص ده. طب ما جايز لو انا عرفت اعبر عن نفسي وفي نفس الوقت اعاتب، الاقي العلاقه تدخل في حته احسن. وفعلا عملت كده، اعتذرت لها على اللي هي ليها حق فيه، بس كمان واجهتها وقلت لها انا اللوم مش بيطلع احسن ما عندي، انا حسيت ان انا بتلام من غير ما تسمع، ودي حاجه بتضايقني جدا. وهي كمان لقيتها بتقولي ما انا من عشمي لومتك، ولقينا نفسنا رايحين في حته احلى كتير من اللي كنا فيها بالظبط من 5 دقايق. عشان كده عايزه اشجعك انك تتعلمي تواجهي. هقولك سر يعني عشان خاطر يساعدك في المواجهه، دايما اتكلمي عن مشاعرك، دايما تتكلمي انت حاسه بايه. كنت لسه في مكتبه من يومين وجت حد من الفولورز ولقيتها جايه بتقولي انت ساعدتيني جدا ان جوازي يتحسن، انا بس مشيت على الوصفه بتاعت اتكلم عن احساسي وفرقت جدا في علاقتي بجوزي، وبدل ما بقى يبقى مش طايق انه يتكلم معايا بقى حابب انه يسمعني. عشان كده بشجعك انك انت تتكلمي على احساسك بدل ما تلومي على اللي قدامك. يعني بدل ما تقولي له انت اناني، انت ما بتسمعنيش، انت مش مهتم بيا، قولي له انا حاسه بالوحده، قولي له انا حاسه ان انا مش اولويه. لو اتكلمتي بالطريقه دي جايز تخلي اللي قدامك عايز يحتويكي، لكن لو شطتي ومسكتي المسدسات هتلاقي اللي قدامك عايز يحط الدرع وعايز يهرب منك. اتعلمي تواجهي بدل ما تهربي، بدل ما تشطبي على علاقات واسامي في حياتك، بدل ما تقفلي الباب وتلاقي نفسك في الاخر قاعده لوحدك او قاعده بس قدام علاقه او 2 في حياتك. العلاقات نعمه والعلاقات سند، بس محتاجين ان احنا نشتغل عليهم عشان نعرف نحافظ عليهم. واجهي وتعلمي تواجهي، ثقي في نفسك انك ممكن تطلعي احسن ما في اللي قدامك.